صباح الخير يا حلوين، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما بألف خير. انا النهاردة خدكم في جولة ممتعة جدا، وهي ممشى اهل مصر. اخيرا رحت ممشى اهل مصر، واقول لكم بقى كل التفاصيل والاسعار. والمرحلة اللي انا فيها دي هي المرحلة الاولى اللي تم افتتاحها في مارس 2022، واللي هي غاية في الجمال. فيها كل حاجة ممكن تلاقوها فيها، ممكن تشربوا حاجة، تقعدوا على كافيه، ممكن كمان تاكلوا حاجة أو ما تاكلوش حاجة خالص ولا تشربوا، وتاخدوا معاكم برضو أكلكم وشربكم وتتمشوا في مكان روعة جدا جدا جدا. وهي عبارة عن تذكرة رمزية جدا، وهي فعلا ممشى أهل مصري لكل المصريين، مش بس المصريين، ممكن أجانب كمان والعرب. يعني الممشى حياة. ممكن كمان تأجروا فيها النايل تاكسي أو مركب أو لانش على النيل الجميل ده، وتعدوا فيه على أماكن كتير حلوة. يلا بينا نشوف تفاصيل الفيديو الحلو ده، ونشوف الأسعار حلوة ولا لأ، واللي بتناسب كل الناس. ويلا بينا نشوف كل حاجة على الطبيعة، وهقول لكم كل حاجة والتفاصيل والأسعار. بس اللي لسه أول مرة يشوف قناتي، ما تنسوش تشتركوا تحت وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد مني، ولايك على السريع عشان نبدأ في الفيديو الحلو ده على طول. تذكرة دخول الممشى 20 جنيه للفرد، وهي تعتبر تذكرة رمزية جدا بالنسبة للجمال اللي انتوا هتشوفوه والروعة اللي انتوا هتستمتعوا بيها. أول حاجة هنبدأ بيها وهو احنا رحنا ازاي. احنا رحنا وبدأنا الممشى من أول جيت 1 أو من أول بوابة الأولى. البوابة الأولى دي هتلاقوها عند بالظبط كوبري إمبابة. كوبري إمبابة ده هو اللي هو موجود، يا إما تنزلوا في المظلات أو الخلفاوي لو جايين بالمترو. لكن لو جايين مثلا بمواصلة عادية هتاخدوا ميكروباص بيقول مؤسسة وتنزلوا عند كوبري إمبابة. لكن لو جايين بالعربية فده أسعار الباركنج هناك. المرحلة اللي احنا فيها دي هي المرحلة الأولى من ممشى أهل مصر، واللي يبلغ حوالي 2 كيلومتر من أول كوبري 15 مايو لحد كوبري أكتوبر، واللي هو ناحية رمسيس أو بالظبط أو بالتحديد ناحية التحرير. طب لو احنا جايين من رمسيس نركب ايه؟ تركبوا حاجة راحة التحرير عند بالظبط فندق هيلتون رمسيس، وكمان هتنزلوا ناحية كمان البنك الأهلي، وبكده هتوصلوا للبوابة الأخيرة وهي البوابة رقم 13. أما هنا وإحنا بنبدأ رحلتنا أو جولتنا، بدأنا من البوابة الأولى وهي عند كوبري إمبابة زي ما قلتلكوا في بداية الفيديو. أول حاجة هتلاقوا كافيهات ومطاعم كتير جدا 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 بطول الممشى أو بطول المرحلة الأولى. أول حاجة هتقابلكوا على إيدكوا اليمين هتلاقوا مطعم أو كازينو اسمه زازا، وهسيبلكوا الأسعار برضو أو المنيو بتاعه في الفيديو ده عشان تشوفوا الأسعار عاملة إزاي. وهتلاقوا كمان كافيه أو مطعم اسمه مانجو تانجو، وهتلاقوا مطعم اسمه مولانا، واللي هو أنا فطرت فيه فطار حلو جدا، وهوريكوا الفطار اللي أنا فطرته، وكمان برضو هوريكوا المنيو بتاعه عامل ازاي. وده كان شكل الفطار في عند مولانا، وهقول لكم برضو التفاصيل والاسعار، وهنزل لكم المنيو كامل هنا في الفيديو بحيث تبقوا عارفين الاسعار ايه. وده المنيو الخاص بكافيه ومطعم مولانا.
هتلاقوا كافيه ومطعم مولانا ده في جيت 2 او في البوابة التانية، وهتلاقوا برضو النايل تاكسي او التاكسي اللي هو الباخرة او اللانش في بتاع النايل تاكسي هتلاقوه في البوابة التانية. اسعار النايل تاكسي هو عبارة عن الربع ساعة كانت عاملة 400 جنيه لو مثلا 3 أشخاص، يعني الفرد عامل حوالي 150 أو أقل شوية 125 جنيه للفرد في الربع ساعة. وهتلاقوا برضو النايل تاكسي موجود في البوابة الرابعة، ممكن تحجزوا يا إما في البوابة التانية أو في البوابة الرابعة. وهنا بوريكوا هنا في عبارة عن سلالم ممكن تقعدوا عليها، في برضو لو مثلا دي حاجات مجانية زي مسرح كده ان انتوا تقعدوا عليه، وبالليل بيبقى فيه اضواء واشكال جميلة جدا ممكن تقعدوا وتستمتعوا هناك. لو برضو مش عاوزين تقعدوا على مطاعم او كافيهات، في اماكن كتير جدا جدا مجانية، مش لازم خالص ان انتوا تقعدوا على كافيه. وهنا دي خريطة الممشى والكافيهات والمطاعم اللي موجودة هناك، وكمان بيوريكوا الأماكن المخصصة، مثلا لو في حد عاوز يدخل التويلت أو مثلا برضو مخصصة للدراجات أو السكيت، ممكن تلعبوا رياضات معينة برضو، تقدروا ان انتوا تعملوا اللي انتوا عايزينه في الممشى. في جزء علوي طبعا ده مجاني، وان انتوا مش بتبقوا قريبين من المية، وده مفتوح مدة 24 ساعة. لكن الممشى اللي هو الجزء اللي تحت اللي هو موجود فيه المطاعم والكافيهات واللي قريب جدا من النيل، بيفتح من الساعة 9 الصبح لحد الساعة 1 بالليل. طيب بالنسبة للمرحلة التانية من ممشى أهل مصر، وهو عبارة عن حوالي 4 كيلومتر، وبيمتد من كوبري قصر النيل لحد كوبري إمبابة وكوبري الساحل. وكمان هتلاقوا المرحلة التالتة بتتكون من حاجتين، من كوبري تحيا مصر لكوبري الساحل، ومن كوبري قصر النيل لحد كوبري القصر العيني. بالنسبة للمراحل الموجودة في ممشى أهل مصر، وهو عبارة عن بطول كورنيش النيل، يعني هتقدروا تستمتعوا بالكورنيش النيل وتقعدوا على كافيهات أو تتمشوا بس يدوبك تمشية خفيفة، وتقدروا كمان تدخلوا أكل وشرب عادي جدا، بس هي اللي هي الحاجات الخفيفة، سندوتشات أو عصاير، حاجات خفيفة جدا. في المرحلة الأولى هتلاقوا العلامة المميزة بتاعتها وهو فندق فيرون، وكمان أبراج النايل سيتي اللي هي بتاعت نجيب ساويرس. بطول الممشى هتستمتعوا بجمال النيل معايا زي ما أنا استمتعت، وهتلاقوا كمان كافيهات كتيرة جدا 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 وأسعارها متفاوتة، وده برضو كافيه أو مطعم تاني، وده الفندق اللي بقولكوا عليه والأبراج النايل سيتي. هتلاقوا كمان في شاشات كده عرض بيعرضوا جمال الممشى، وكمان بيعرضوا مراحل تأسيسه. تقدروا تستمتعوا بكل حاجة في الممشى، وده السفينة أم حنطور اللي بيطلقوا عليها في الفيسبوك، وبعد شوية هقولكوا الأسعار بتاعتها عاملة ايه. برضو دي ممكن تحجزوها، ودي أنا عادي جدا بتفرج على جمال النيل والممشى بتاعنا. بصوا بقى، هسيبكوا تتفرجوا برضو على الجمال معايا وتستمتعوا زي ما انا استمتعت. وده برضو كافيه ومطعم تاني اسمه دريب، والجمال والحلاوة سواء open air او جوه المطعم او الكافيه هتستمتعوا بجمال النيل.
وده كافيه اسمه مها فمارا، وهتلاقوا جنبه برضو كافيه وريستورانت اسمه لا سكاليتا. وبعد كده هتلاقوا كافيه اسمه سعودي كوفي، ممكن تقدروا تشربوا فيه الكوفي بتاعكم. هتلاقوا فيه كافيه برضو اسمه ناتس هات، وبعد كده هتلاقوا فيه ريستورانت اسمه تاياكي، وده عبارة عن جابانيز ريستورانت بيبيع ايس كريم، اي ديزرت فيه حاجات حلوة كتير. وممكن يبقى فيه برضو مشروبات فيه عليها شوكليت شيبس وحاجات كتيرة مختلفة، وطعمها جميل جدا جدا جدا. تعالوا بينا نكمل باقي الممشى واستمتعوا معايا بالجمال اللي انتوا شايفينه في الفيديو الحلو ده. الريستورانت اللي جاي او المطعم اللي جاي هو ذا لندن، وانتوا هتحسوا ان انتوا داخلين كده على مكان باريس كده مش موجود في مصر. والمدخل بتاعه بقى مفاجأة، يعني هو هيجي بعد شوية وهوريكوا بقى شكله عامل ازاي. هو اصلا المطعم مكتوب فيه بالفرنسي، آه طبعا معرفتش اقرا حاجة لاني كنت ايطالي مش فرنساوي يعني في الثانوية العامة. فبصوا بقى، بصوا بقى العساكر دي صدفة ان هي لابسة، مش انا اللي لابسة، هي لابسة احمر زي ما انا لابسة. ف يعني تشرفوا بالتصوير معايا وخدوا صور كتير حلوة معايا هتلاقوني او هتلاقيهم هما عاملين زي بالظبط في الصورة. وهتلاقوا برضو في زي كده معرض صغير للحرف اليدوية موجودة في الممشى، صراحة حلوة جدا وأشكال عندها جميلة. وكمان هما لسه محتفلين برأس السنة، فهتلاقوا في شجر كتير جدا في الممشى تتصوروا عنده. ومظاهر الاحتفال موجودة في الممشى بكل حاجة موجودة فيه، بالأضواء، وكمان الشجرة اللي موجودة بالأجراز والحاجات الحلوة اللي احنا بنشوفها في كل مكان. هتلاقوا بقى اللي هي اليافطة أو الدليل ده اللي كل شوية تلاقوه، ده هتلاقوه في طول الفيديو أو طول ما انتوا ماشيين. هتلاقوا فيه كده زي إرشادات يقولكوا بداية الممشى ايه ونهايتها ايه وكده. ويلا بينا نتصور جنب الشجرة الحلوة دي. وده كان مظاهر احتفال في ممشى أهل مصر. وهتلاقوا كده زي زينة متعلقة بالشجرة اللي موجودة في جيت 5، هتلاقوها جميلة جدا جدا ومتغطية بالورد ولذيذة جدا جدا، وخدت برضو فيها شوية صور حلوة جدا جدا جدا.
ده اسمه سوبر كوفي، وبرضو ممكن تقدروا تشربوا فيه الكوفي بتاعكم وحاجات تانية كتير مختلفة. ودي السفينة اللي هي بحنطور، وتقدروا برضو تأجروها من هنا وهنا. دي الأسعار بتاعتها حلوة جدا جدا. رحلة نص ساعة ب50 جنيه، وتقدروا تشاركوها طبعا مع ناس كتيرة، ولو في معاكوا عدد تقدروا ان انتوا تطلعوا مع بعض. الرحلة دي حلوة جدا، وبيعدوا على أماكن كتير مختلفة في النيل، وتقدروا تشوفوا الممشى بطول الرحلة. فجميلة جدا جدا جدا. وده جيت 6 في هنا بتمشى وهوريكوا برضو الجمال اللي موجود سواء في النيل أو في الكافيهات والمطاعم اللي موجودة على النيل. وده زي ما انتوا شايفين ممكن تقعدوا هنا برضو. أماكن جميلة جدا جدا جدا. في أماكن هناك برضو لسه ما افتتحوهاش، احتمال كبير تكون يا إما مطعم يا إما حاجة تانية. وده برضو مطعم من المطاعم. عايزة أقول لكم هناك في حاجات كتيرة وفرايتي ممكن تنقوا منها، فمش هتحتاروا كتير. بس أهم حاجة تكونوا عارفين المكان كويس جدا، وعارفين أسعاره برضو. وأحاول برضو في الفيديوهات الجاية أجيب لكم أسعار المطاعم كلها. ولقيت برضو مكنة ATM بتاعة البنك الأهلي لو عايزين تسحبوا فلوس. وده برضو العربية اللي قلتلكوا عليها اللي هي الإدارة اللي بتركب فيها بس. في مطاعم كتيرة جدا برضو زي ما انتوا شايفين. وهتلاقوا بيرو كافيه أو ريستورانت، ده موجود فيه فروع كتيرة، وفي فرع في ممشى أهل مصر زي ما انتوا شايفين. بصراحة في جمال أكتر من كده مش هتلاقوا بصراحة جمال أكتر من كده. وبعد لحظات هتلاقوا المكان اللي موجود فيه التمثال اللي هو السيدة اللي هي يعني بينزل من ايديها مية النيل، وده بيدل على العطاء والرخاء بتاع نهر النيل. طبعا بقى حاطين كل مظاهر الاحتفال، حاطين هنا شجرة بتدل على رأس السنة، وكل ما يبقى فيه مناسبة بيحطوا، يعني مثلا لما يعدي علينا رمضان هيحطوا هلال. حطوا برضو هلال، بس أنا عشان ما جيتش فما كنتش أعرف الموضوع ده، لكن بعد ما جيت عرفت إن هما بيحطوا كل مناسبة بيحطوا حاجة. حاجة جميلة جدا جدا جدا. برضو تقدروا برضو تتصوروا مع اللي هو التمثال ده أو السيدة دي. وهنا بنك الأهلي هتلاقوها في التحرير، وده جيت 9 أو 9، وتقدروا تتصوروا في المكان الحلو ده. طبعا تقدروا برضو تركبوا المركب على النيل زي ما انتوا شايفين. والأسعار زي ما قلتلكوا ب50 جنيه لو نص ساعة. حاجة حلوة جدا جدا جدا. وده جيت 9. لسه في جيت 10 و11 و12 و13. هسيبكوا بقى تستمتعوا بجمال الممشى زي ما أنا استمتعت.
بس كده انا خلصت الفيديو بتاعي. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تدعموني بلايك، ولو لسه اول مرة تشوفوا قناتي ما تنسوش تشتركوا تحت وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد مني. واشوفكم في فيديوهات جديدة من شوبينج ست البنات، وباي باي.